طيب انا قبل كده يا جماعة كنت شرحت المضارع البسيط بالتفصيل الممل. اللي عايز يشوفه يرجع لأول فيديو انا نشرته في القناة، كان المضارع البسيط. وتعالوا ناخد دلوقتي المضارع البسيط للتعبير عن المواعيد الثابتة. استخدام ده من ضمن استخدامات المضارع البسيط، انه بيستخدم مع جداول المواعيد الثابتة. تمام؟ يعني ايه المواعيد الثابتة؟ زي مواعيد الحصص والدروس، مواعيد الامتحانات، مواعيد المباريات، مواعيد العمل، مواعيد القطارات، مواعيد الطائرات. كل دي مواعيد ثابتة بيبقى ليها جداول مواعيد. جدول مواعيد مضارع بسيط، جدول مواعيد يبقى مضارع بسيط اللي هو اس او اي اس. تعالوا نشوف أمثلة. The train arrives at 7 a.m. tomorrow. القطر بيوصل الساعة 7 بكرة. تمام. arrives خدنا بالنا في الاس هنا، يبقى مواعيد قطارات، مواعيد طائرات، مواعيد ماتش، مواعيد حصص او دروس، كل ده هياخد اس او اي اس. ناخد بالنا عشان ده سؤال امتحان برضو، واحدة من دول جاية في الاكزام ان شاء الله. تمام. ركزوا بقى معايا. The match starts at 9 p.m. الماتش بيبدأ الساعة 9 بالليل. The lesson finishes at 5 p.m. الدرس بيخلص الساعة 5 بالليل. finishes es. تمام. My plane leaves or takes off at 7 in the evening. طائرتي هتغادر أو هتقلع الساعة 7 مساء. مواعيد الطيارة، مواعيد الدرس، مواعيد الماتش، مواعيد القطارات، كل ده بيجي معاه ال present simple. ناخد بالنا من الاس والاي اس. تمام. طيب الافعال بقى اللي بتيجي على طول او بتتكرر مع ال present simple في المواعيد الثابتة مع الجداول، خاصة هو مثلا المحل بيقفل الساعة 6 كل يوم، المطعم بيفتح الساعة 4، الدرس بيبدأ الساعة 5، الدرس بينتهي الساعة 6، الطائرة بتغادر الساعة كذا، أو تهبط، أو القطر بيوصل كذا، أو الكورس بيخلص فينش الساعة كذا. كل الأفعال اللي قدامنا دي بتتكرر مع الجداول، عشان كده أنا كاتبالكوا بيتبعها اس أو اي اس في أغلب الأوقات لما تيجي مع الجداول. المواعيد، جداول المواعيد الثابتة بيتكرر معاها الأفعال دي على وجه الخصوص، فعشان كده بنتبعها باس أو اي اس. ناخد بالنا عشان دي تقريبا أهم ملاحظة عندنا في الدرس.